لو هتقولي اختار فيلم واحد لهاني رمزي من بين كل افلامه كده كسرت النضاره. هقولك فيلم النهارده. طب استني بقى لما اطلع اخد المنديل. اصله مش فيلم عادي. ايه القصه دي قصه رجل الديك. حاسس ان كلمة ايقوني اخترعوها علشان فيلم النهارده. رجل الديك هو انت حاسس انها مش رجله؟ يعني بص هو هنا ابوه كان جضان منه والقشه خلاص فشخ الزهره البعير فكهرب له التلاجة علشان ما ياكلش منها. هو فرق معاه خالص، دخل اكل من الفرخه اللي في التلاجة وهو بيتكهرب، شعره واقف وايده بتولع من كتر الكهرباء وهو مكمل عادي. هي دماغه مدياله اوردر هتاكل من التلاجة ايا كان. ايه البروسيس اللي في النص مش مهم. ليه؟ لانه حافظ مش فاهم، عارف ايه المطلوب منه بالظبط بس مفيش اي تشغيل مخ. لو عاوز ينقط الرقاصه ومعهوش فلوس هينقطها، مالكش دعوه انت. فلوس فكه ماشي دنيتك زي العيال الصغيره لما بيتخانق وبيجيب اخره ما بيهمهوش، عايز يبص على جارته وهي بتنشر الغسيل بتقول ايه ابو منعه. بصراحه بقى انا عايز اتفرج. هو هيفتح الشباك ويفضح نفسه ويتضرب علقه موت بعدها من جوزها، بس لا محدش يمنعه عن الحاجه اللي هو عايزها. طب هو انا بهري في كل ده ليه؟ ما تيجي نخش في الموضوع على طول. نخش في الموضوع. يجي اول يوم شغل لسلطان، فكعاده اي حد يروح في اول يوم شغل ليه فيعني بيتعلم. فاول ما يستلم الشغل بيخبط بايده على الميكروباص ويقول له هو مخه مجمع كده، هو مش بيستعبط ولا بيعمل فيها مش فاهم. والكبيره انه مش عايز حتى يبان جامد، هي دي دماغه، هي دماغه مهيئاله انه علشان يشتغل صح لازم يعمل كده. مع ان لو فكرت فيها بالعقل هتلاقي ان الراجل يعني خلاص هو كده كده فاول وماشي، بس لا هو كده بيقدم وظيفته صح. هو مش فاهم وبيفاول عربيه مرسيدس يير موديل بسولار الفاجر، بس تمام. يعني هو الراجل يعني شايف شغله، هياخد منه السيجاره ويرميها في البنزين نفسه. محدش قال لك ان كده غلط. انت ممكن تشوف الحركه دي غبيه وهو اكيد عارف انها غبيه، بس يعني هو مش بالظبط كده. هي دماغه جايبه القواعد، بس ما ينفعش نولع سجاير في البنزينه علشان النار ما تمسكش في البنزين، ده الاوردر. البروسيس دي بقى مش بتاعتنا. عادي جدا يمسك السجاره نفسها ويرميها في البنزين، لا وهيجري بكل بجاحه ورا الراجل علشان ما دفعش ويقول له 16 جنيه. هو المشهد ده الفريم ده فريم عبقري. الفريم ده تقريبا بيوصف الفيلم كله. شوف وراه الدنيا حريقه وبتولع ومصايب وبلاوي، هو بقى يا باشا ولا هو هنا، هو واقف مش مكترث باي حاجه بتحصل حواليه. انت فاكر اننا كده شفنا حاجه؟ لا يا قدوه، احنا لسه بنبدا. عندنا مثلا اللقطه المشهوره دي لما سلطان جه يفتح الباب بالحزام علشان مش لاقي المفتاح، فجاره بيقابله وبيحب يساعده فبيرفع له البنطلون. تيجي الست اللي ساكنه في وش سلطان تطلع في اكتر وقت مش مناسب وتقول له جملتها المشهوره اللي بالمناسبه هتقولها كتير في المستقبل: طلعت انت من البيت، طلع البيت مني. اقول لك على الكبيره، هو ايده كانت جايبه اصلا طبله الباب. يعني بص هنا هتبان اكتر، ما بيفكرش مرتين، اول حاجه هتيجي في دماغه هيعملها. هو يمكن اصلا المفتاح معاه في جيبه، بس هو هيكتشف ده وهو بيرفع البنطلون. ركز، وهو بيرفع البنطلون مش وهو بيدور على حل. فبيدخل البيت وبيجي المشهد بتاع التلاجة اللي قلت لك عليه في الاول، فمش هقول لك عليه تاني علشان ما تزهقش. بس اللي ما قلتلكش عليه انه في الاخر خالص شال فيشه التلاجة. يعني اوضته ممكن احللها لك. شايف الكرسي ده؟ الكرسي ده المفروض يكون مكانه هنا، ده الطبيعي بتاع البشر. هو بقى ممكن يكون اتخنق منه علشان ما بيقعدش عليه، فكل ما يخلص مرجعها بالكرسي بتاع الاطفال ده اللي بالمناسبه هتلاقي جلخ مكان ما بيحط رجله وبيزق بيه الكرسي بتاع الاطفال. فاول ما بيخلص فرجه على الستات من الشباك وهو بيتمرجح على الكرسي بتاع الاطفال بتاعه، بيجي يعدي يروح السرير فبيتخبط في الكرسي فزهق منه وشاله. عنده دايما مخدتين، واحده علشان ينام عليها والتانيه علشان يحضنها وهو نايم. تيجي البنت اللي بيحبها تطلع تغني على المسرح وبتغني اغنيه وحشه جدا والناس كلها بتتضايق منها. بص كده ركز عليه ورا هتلاقيه متمزج بقى وفاهم الدنيا خربانه. الناس اللي في الكباريه قاموا حرفيا عليها دغدغوها ضرب وهو بيختفي بالبطيء. وبالمناسبه انا شفت الفيلم ده بتاع 457 مره ولحد دلوقتي ما فهمتش هم ضربوا البنت ليه، عشان صوتها وحش؟ لو بنفس المبدأ ده كان زمان مؤمن الديب مقتول من سنه 70. بيجي المشهد ده، وبالمناسبه يا اسطى لو بتاكل اعمل سكيب علشان هنشوف قرف. لما سلطان بيشرب بيبسي هو وخطيبته بيطلعوا شربوا 36 ازازه بيبسي. واحد، اديها اتنين، ايوه كده تلاته، اديله اربعه، يا مزاجك خمسه، يا فحل سته، يا قدوه سبعه. بص مش هعد كفايه كده، خدهم كده ببركتهم. شايف الكراريعه دي كلها؟ اهم واحده هنا هي الاخيره. 36 ازازه بجنيه يعني 36 جنيه.
لما بيروح لصاحبه البار اللي شغال فيه بيشرب خمره، فمن الطبيعي ان انا وانت نفكر ان واحد زي ده يعني اكيد مش عاوز يسكر، فلما بيدوقها بيلاقي ان البتاع ده بيحرق قوي. هنا بقى هتقول ان خلاص منطقي ما يشربش تاني، بس لا هو كان عنده رأي تاني. هات تاني كده، هات تاني كده. بص كده يعني هم هنا اتكلموا بتاع 30 ثانية حاجة كده. سلطان بيطلب من نص ابن خالته انه يجي معاه يطلب ايد سامية البنت اللي بيحبها. بص بقى هنا شايف وشه بيعمل ازاي. من المنطقي انه يوقف شرب من يجي ساعة ولا حاجة، بس لا هو مكمل، وكمان مش عاجبه الكوباية. ارفع يا ابويا بالازازة. زهق منها فرماها واترمى هو كمان. ما تستغربش كل الاوبشنات هنا موجوده. خلاص بقى الواد ملح بيطلع سكران وجايب اخره، بيشوفه جاره وبيحب يساعده زي المره اللي فاتت، بس وهو لما مؤاخذه راكب وراه علشان مش عارف يمشي فمسنده. بتطلع جارتهم كالعاده وبتقول انت وليا واطيه. لما بيروح يخطب كنا جينا بتاكسي بدل المصاصه دي. بنرجع تاني نشوف حوار الاوردر والبروسيس ده. لما بيروح يطلب ايد ساميه بيدخل الشارع، فما بيبقاش متاكد هو البيت على اليمين من وانا جاي على اليمين ولا من وانا جاي على الشمال، فبيمشي بمبدا ربنا يجعلنا من اهل الشمال وبيدخل شمال. مع ان انا وانت لو اتحطينا في الموقف ده هنلاقي اختيارات كتير. يرن عليها مثلا، ولو الدنيا مزنقه ومعهوش تليفون ينادي يقول يا ساميه وهي هترد بطريقه ما. بس لا هنا الاوردر ندخل بيت ساميه. ايه البروسيس مش مهم. بيدخل شقه ما وركز معايا هنا، بتفتح له بنت صغيره وبتقول له اتفضل، فبيدخل فعلا وبتيجي الجمله بتاعت في حاجه اسمها العريس فرش. فبتدخل البنت الصغيره تقول لابوها ان في ناس بره، فمن هنا بيستنتج ان ده الراجل اللي جاي يشتري منه الشقه. طبعا يا عمي انا. فمن هنا بتبدا كوميديا سوء الفهم. وانت شفتها؟ ايه شفتها دي؟ الراجل بيكون بيتكلم عن الشقه ده انا حافظها. دي عليها جوز. وسلطان بيكون بيتكلم عن ساميه. بصراحه هي محتاجه نظافه. ايه؟ المشهد ده ايقوني حرفيا. انت ناوي تاخدها ليه ولا هتأجرها بالليله؟ فمن هنا بيجي المشهد المشهور بتاع يا راجل يا منحط، ازاي تعمل كده ببناتك؟ بس هنا في غلطه، هي مش كبيره بس اراهنك انك اخدت بالك منها، ان اللي فتح لسلطان بنت صغيره. بابا موجود يا سلوى؟ ومش من العادي ان بنت صغيره هي اللي تفتح الباب وابوها موجود في البيت، بس هي هنا فتحت الباب لسبب، عشان تدخل الضيوف اللي هم سلطان ونصه. اتفضلوا. وتدخل لابوها تقول له في ناس بره مستنيينك. مين يا حبيبتي؟ ناس معرفهمش ومعاهم شنطة سودا. فابوها يفهم من هنا ان اكيد دول الناس اللي جايين يشتروا الشقه. لو ابوها هو اللي كان فتح من الاول خالص كان هيساله انت مين، فهيرد عليه يقول له انا سلطان اللي بنتك كلمتك عني، فالراجل يرد عليه يقول له الشقه غلط، والاثنين هيدركوا اللي حصل، فما كناش هنشوف المشهد الايقوني ده. علشان كده بنته هي اللي فتحت في الاول خالص. سلطان لما فهم اللبس اللي حصل، مش انت الاسطى عبد العزيز بتاع الكورديون؟ بلا كورديون بلا سيف بره. راح لبيت ساميه اخيرا، فابوها الراجل الاتي توقع هيجيب له ايه زياره، ازازه حاجه ساقعه، تفاح، شوكولاته، علبه جاتوه، اوبشنز كتير جدا. هقول لك ولا واحده من دول طبله. الاسم انا سلطان وجاي فيك عشمان، حقق ليا امل وانا ابقى بيك فرحان. هو يا جدعان والله حافظ مش فاهم، والدليل على ده ان لما ابو ساميه بيعجزه في طلباته اللي بيطلبها منه، طلب منه شقه ومهر وعفش والحاجات دي كلها في خلال شهر واحد بس. واحد عاقل هيشوف ان مش من المنطقي انه خلاص يحصل كل ده في خلال شهر واحد، يعني خلاص نجيب غيرها بقى وخلاص نعمل ايه. طيب هو بقى ما عملش كده. مبروك مبروك مبروك. مبروك على ايه؟ مبروك. هو بدأ على طول وراح هو وساميه عند ضبش علشان يشوف له شغلانه. فاكر من شويه لما قلت لك في دليل تاني على انه حافظ مش فاهم؟ هو ده الدليل. مدخل البلوفر في البنطلون، هو عارف ان في حاجه بطريقه ما بتتحط في البنطلون، ايا كان بقى قميص، بلوفر، جاكيت، ان شاء الله يكون بيبي دول هيحطه في البنطلون. وبيجي المشهد بتاع 12 ونص يعني 12 ضبش بياخده معاه يسرق. واحد عاقل كان هينط على الفيلا من غير صوت خالص، لا ده اول ما دخل البيت وهو بيجعر وينادي على اصحاب البيت، انت يا جماعه اللي هنا. شوف بقى البجح علشان ييجوا يشيلوا الكلاب اللي هتعضهم. هتقول لي ما يا كامل يا عربي اكيد يعني هو مش فاهم انهم داخلين يسرقوا. اقول لك طب ما بعدها على طول لما ضبش قال له ما اشوفش وشك تاني، قال له هقول لساميه انك حرامي. هو حافظ مش فاهم. ونرجع تاني للاوردر والبروسيس. الاوردر اننا ننادي على اصحاب الكلاب اللي حاطينهم علشان الحراميه، ان شاء الله نكون احنا الحراميه نفسهم. ضبش بيقول له محتاجك جنبي بس كده. حاضر اوردر اهو، ان شاء الله تكون عايزني في ظهرك اهو. برضه بلدنا دي مقسومه نصين، ناس معاها فلوس كتير قوي وناس ما معاهاش خالص. المفروض بقى اللي معاهم يدوا اللي ما معاهم. تفتكر لو واحد معاه 5-6 مليون وجينا خدنا منه 30-40 ألف هيموت من الجوع؟ فاهم؟
واحد عادي لما يدخل يسرق ويلاقي برواز واحده ست على الحيطه ويطلع الدور اللي فوق ويشوف نفس البرواز، اكيد هيفهم ان في بروازين، واحد تحت وواحد فوق. لا بس هو مختلف. واحنا لسه تحت ولا ايه؟ لما يلاقي فلوس مش هياخدها وسكم بكم، حطها في جيبك وسكم بكم. لا ده مجنون هيعدها. نقف هنا بقى. الحلقه ايه؟ سارقين وداخلين على لجنه ومعانا فلوس ومطوه. هو اللي حافظه ان اللي مش بتاعه هو اللي هيتسال عليه وهيضره، فبيسيب المطوه اللي معاه وبيرمي الفلوس. في ابويا واحد اول ما يطلع عليه الصبح هيروح يجيب اقوى شقه في الساحل. كل ده بسببك. ولما تساله على مبدأه انت عملت كده ليه، يقول لك المطوه بتاعتنا بس الفلوس مش بتاعتنا. عارف الشخصيه دي ما كانتش هتنطق من غير العبقري ده. هو ده السر اللي وراها، هو ده اللي منطق الشخصيه دي، وبيدي كمان ما بيسكتش. الله يا عم ضبش، ايه الرسمه الحلوه دي؟ انت خريج فنون حلوه؟ لا فنون حدث. ادي يا عم ضبش ما يهمكش، ادي يا ابويا. شايف الرياكشن ده؟ طبق كشري مليان على الاخر، خدت معلقه هتحس بحاجه. انت لما تاخد المعلقه اكل انا بايه؟ يا عم انت هتجنني يا او ده يا عمود يا فقري او ده. يا لهوي يا ريتك ما شغلت مخك. بص ممكن اعدلك لبكره. الرياكشنات اللي بيديها لي دي هي اللي بتضاعف الضحك وتضربه في 2 3. هو ده البطل الحقيقي مش اللي واقف جنبه. اللي واقف جنبه ده جامد وكل حاجه، بس ما كانش هيبقى جامد كده غير بوجوده. تخيل مثلا سلطان كان طايح في الدنيا كده من غير عم ضبش، هل كنت هتحب الحوار ده كله اصلا؟ يعني مثلا قول لي مين اكتر ممثل مناسب للحته اللي جايه دي. ضبش متفق مع سلطان انهم هيقفوا في الكيلو 270 وهناك موقفين موتوسيكل. هيجوا عند الكيلو 270 يوقفوا السوبر جيت ويقلبوهم وياخدوا الموتوسيكل ويروحوا. شفت الموضوع سهل ازاي؟ بس هو نام بجد بجد والله. هو نام اهو. الباشا اتكيف وكل وشرب عصير واتمزج على الاخر ونام. انت بقى تقدر تقول لي مين يقدر يعمل الرياكشن ده غير ضبش؟ كيلو 270 يا 270 كيلو 270 يا ناس عدى 270 هموت يا ناس الله يخرب بيتك. ممكن تلاقي على فكره عادي اي حد يقدر يعمل كده، بس مش هتلاقي حد بيعملها صح زيه. انا يا عم مالكش دعوه، انا عاجبني الصياح حسن حسني. بص بيزعق صح، تحسه بيصيح صح، يعني تحسه عارف بيصيح ازاي. نرجع تاني للمشهد بتاع ضبش. المهمه دي هتبدا الساعه 7:30 الصبح. 7 الصبح في دماغ اي حد عادي اكيد معناه فطار وبيض ولبن والحاجات دي. الباشا بيسال عم ضبش هو الاتوبيس هيعدي على صفة اللبن ولا لا، علشان الفاجر عايز يجيب لبن. هو بيفهم الكلام بالمعنى الحرفي، صفة اللبن اكيد فيها لبن. لما بيركب الاتوبيس البنت اللي وراه باصه للكاميرا، ومش باصه عاديه، لا مرعبه. هل انت عمرك اخدت بالك من ده؟ لا انت بص ابعد هنا، انت مش مركز غير مع الشغله اللي بتحصل هنا. هو واكل الكادر كله بالجنان اللي هو بيعمله ده، حتى لو في مساحه ورا فاضيه هيعرف ياكل الكادر كله بالعبث بتاعه، مش بالكاريزما ولا بالتهليل ولا اي حاجه. هو هيتصرف برغيفين فينو زمزميه ميه. بص هنا كده، هو انا بحب كده، بحب الجنان اللي هو بيعمله علشان يطلع الكابت اللي جواه من اللي قدامه. يعني انا اوقات كتير بحس ان انا يعني عايز اسكيب مشهد مشهدين، مش حوار يعني هسكيب بتاع 30 ثانيه، بس بصراحه وفي الفيلم ده بالذات انا الريسك ده ماليش فيه. اصل ده مجنون، ممكن تطلع منه حركه كده ولا كده وانساها، دي تبقى مصيبه. ده مجنون، توقع منه اي حاجه. الراجل زهق وقد من الدنيا وطلع في البلكونه يزعق بانه حرامي. يا عم ارحمني يا ناس، انا حرامي يا سامي، انا حرامي ضبش حرامي. بقى معانا 2 مجانين اهو. لما الدنيا بتضيق بيه قوي بيجيب نص ابن خالته علشان يشتغل معاه في السرقه. هو عاوز يوصل له الحكمه بتاعت عم ضبش اللي قالها من شويه، عايز يفهمها له، بس في مشكله هو نفسه ما فهمهاش، بيرص نفس الكلام اللي قاله ضبش بالحرف. عارف لما تيجي تحل حاجه من شات جي بي تي وتنسى تشيل الحته بتاعت اللي انا موجود هنا علشان اساعدك؟ هو هنا بالظبط. ما انت اذا ما عملتش كده مش هتتجوز ساميه، لا في شهر ولا في سنه ولا في عمرك كله. واتجوز سامي انا ليه؟ هو مش فاهم ان هو قال له كده علشان هو كسلطان هيتجوز ساميه. هو هتلاقيه مش فاهم ده، فخدها كوبي بيست واداها النص. لما بيعملوا حادثه بالعربيه بيجي يفتح التلفزيون، بس اللي معاه بيكون ريموت السرير. هو الاوردر هنا ولع التلفزيون، وراه نص اصلا متخرشم ومتدمر وبيتعمل طحينه ورا الراجل بيتحلب، بس هو في عالم تاني مصمم يفتح التلفزيون. دايما بيفاجئك وبيطلع الحل موجود من الاول اصلا. الحاجه دي عبقريه في شخصيته، انه متسيستم على انه هيفضل يحاول يجرب نفس الحل اللي جه في دماغه اول مره، وفي الاخر خالص هيشوف حل تاني زي حوار المفتاح كده. هو مش بيدور على حل تاني، ده مش تفكير منه ولا حاجه، لا هو ابسط من كده بكتير. هو بيزهق. ولعوا من هنا بقى وخلاص. لما بيتفقوا على سرقه جديده وبيروحوا علشان يسرقوا محل ذهب وبيتنكروا في هيئه عمال نظافه، وهو بيلبس البنطلون وبيقفل السوسته بالغلط، قفل على سعيد، فبيدخل للراجل وبيكون عامل كده مش قادر يا عيني. بص الواد بيموت. في هنا حاجه تقريبا محدش خد باله منها، ان هو طول ما هو ماشي، بص معايا كده، بص ماشي قد ايه، بص بص بص, بص. وصل لحد الراجل وجاب اخره، اغمى عليه من الوجع. كل الناس يمكن تكون فاكره ان هو ما بقاش
قادر من الحركه اللي حصلت له من شويه. بس اللي ما تعرفهوش ان هو كل ده قافل السوست على حماده. بص يا عيني هو قفلها وطلع ومشي واستحمل كل ده ودخل واغمى عليه، كل ده كان لسه قافلها وهو بيتألم. هو اكسل من انه يدور على حل، هو يتألم ويعيط من الوجع بس ما يفكرش في حل. وطبعا اكيد نص فاكر ان هو فتح السوست على منتصر من بدري. هو يا عيني الواد مش فاهم انه واصل بيه المرحله لكده، فاكيد مش هيجي في دماغه ده، وبرده مش هيدب بايده في علاء علشان يطلعه له من السوسته. عمليه السرقه الوحيده اللي عملها في حياته ونجحت كانت بالغلط. والله العظيم مش مصدقنا اهو، لما كان واقف هو والنصه وشافوا حرامي بيسرق فدخلوا وراه علشان يعلمهم السرقه، فالحرامي هرب وفكرهم صحاب البيت ودخلوا هم اخدوا الفلوس، وراح اتقدم لساميه بالفلوس دي وكله بقى زي الفل. بس فرحتهم ما كملتش وطلعت الفلوس اللي سرقوها فلوس تبرعات لمستشفى اطفال، ودي العمليه الوحيده اللي نجحوا فيها. وطبعا علشان هو اغلب من انه يحتفظ بالفلوس وما يرجعهمش راح رجع الفلوس تاني. اصله مش علشان حرامي وفاشل يبقى ما عندهوش ضمير او شخص وحش، وهو ده ذكاء الكاركترز في الفيلم ده. الفيلم العبقري غبي منه فيه. هل انت بعد كل ده هتيجي تسالني ليه بتقول على الفيلم ده الفيلم الوحيد لهاني رمزي؟ انا بصراحه هسيب لك الجواب في الكومنتات، وبص بقى على الديسكريبشن.